السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتسألت كتير جدا على القواعد النحوية من اول الصف الاول الابتدائي لحد الصف الثالث الابتدائي. يا ميس احنا خلصنا قراءة، يا ميس احنا عايزين نعرف القواعد النحوية. طب انا خلصت القواعد النحوية دي اشتغل ايه بعد كده؟ انا ابني دخل سنة اولى ابتدائي بس هو ما شاء الله مخلص القواعد دي، اشتغل ايه تاني؟ في الفيديو ده انا هقولك القواعد النحوية بالترتيب، وهقولك تشتغلي ايه لو ابنك خلص القراءة من كتاب نور البيان، تقدري تشتغلي معاه ايه. يلا نبدأ، يلا بينا، بسم الله. عندنا لو ابنك في سنة أولى ابتدائي هو هياخد القواعد دي، يعني ده هياخدها على مدار السنة. لو ابنك خلص قراءة مع كتاب مثلا نور البيان أو معلم قراءة أو أيا كان، هو خلاص دلوقتي بيعرف يقرأ اللهم بارك وعايز تشتغلي معاه القواعد النحوية، ابتدي معاه بالترتيب ده. أول حاجة عندي المدود، عندي إيه؟ عندي المدود، دي أول نقطة. مش اسمها هو واخد المدود، يعني عارف إن عندي مد بالألف، عارف إن عندي مد بالواو، عندي مد بالياء. أشتغل مع إيه بقى؟ بصي يا ستي، هتبتدي تشتغل معي تعرفيه حاجة عندي اسمها مد وعندي ممدود. فين مكان المد وفين مكان الممدود؟ ايه حرف المد، ايه الحرف الممدود؟ ازاي يحلل كلمة فيها مد؟ ازاي يحللها؟ طبعا هو عارف يحلل كلمة فيها حركات القصيرة زي الفتحة او الضمة او الكسر. طيب ازاي يحلل المد؟ ازاي يحلل السكون؟ كان في اغنية بنغنيها ونقول له ايه؟ الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود. ماشي. تاني خطوة يشتغلها ياء الملكية، ياء الملكية. طيب مس اسماء، انا دلوقتي انا مش عايزه ابدا بالمدود، عايزه ابدا بياء الملكيه. اللي يريحك، مفيش مشكله، مش لازم تمشي على قاعده معينه في القواعد النحويه، هو مش محتاجه ترتيب، خديها زي ما انت ما عايزه. في امهات وهي بتشرح اصلا المدود او في معلمات وهي بتشرح المدود بعد كده بتدي على طول بتعرفوا فين المد وفين الممدود من الاول، خلاص مش محتاجه، يا دوبك مراجعه كده ويراجع عليها بس كل شويه علشان ما ينساش. قلنا تاني حاجه ياء الملكيه، يكون عارفها، عارف ياء الملكية. لما مثلا اقول له كلمة قلم، بعد كده لما اضيف لها ياء ملكية هيبقى ايه؟ هيبقى قلمي، قلمي حاجة بتاعتي انا. كلمة مقلمة اخرها تاء مربوطة، هفكها ازاي واخليها فيها ياء ملكية؟ خدي بالك من التركات دي. ماشي. تالت خطوة معانا او تالت نقطة معانا التنوين. عندي ايه التنوين؟ عارف ان في تنوين بالفتح، تنوين بالكسر، تنوين بالضم. تمام. عارف ان عندي كام نوع من التنوين؟ 3: تنوين بالفتح، تنوين بالكسر، تنوين بالضم. عارف برضو يحلل في التنوين، عارف يستخرج التنوين. تمام. عارف ينون الكلمة، يعني قلت له مثلا كلمة زي كلمة طفل، نونها لي مرة بالفتح، مرة بالكسر، مرة بالضم. امتى هيحتاج عصاية يسند عليها، العكاز. الحاجات دي كلها هتلاقيها مشروحة في القناة بالتفصيل. رابع نقطة معانا أسماء الإشارة، يكون عارف هذا وهذه. ده في أول خطوة بنعرفه إن هذا بيجي مع الولد، هذه بتيجي مع البنت. طب مس أسماء، إحنا المفروض الأول نعرفه المذكر والمؤنث على أساس إن هو لما يجي ياخد أسماء الإشارة أقول له هذا بيجي مع مفرد المذكر، يعني كمان معرفة المفرد والجمع. هذه بتيجي مع المفرد المؤنث. اللي يريحك ممكن في البداية تعرفيه إن هذا بيجي مع الولد وهذه بتيجي مع البنت، مفيش ادنى مشكله يا جماعه. اللي انتوا عايزينه اهم حاجه ان الطفل يستوعب القاعده اللي هياخدها، يقدر يحل عليها مش اكتر. طب مس اسماء فين هؤلاء؟ لا استني شويه، بعد ما ياخد اسماء الاشاره هذا وهذه احنا هنعرفه ان لسه في تاني، بس احنا اخدنا ايه؟ هذا بيجي مع الولد وهذه بتيجي مع ايه؟ مع البنت. بعد شويه يعني ممكن بعد ما يخلص بقى الحاجات دي، ممكن بعد ما يخلص مثلا كام قاعده تديله هذا وهذه وهؤلاء، تديله ايه؟ هذا وهذه وهؤلاء. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده الشدة. خامس نقطة معانا ايه؟ الشدة. يعرف اشكال الشدة، يعرف الشدة بتخليه ينطق الحرف كم مرة، يعرف يقرأ الشدة كويس قوي، ويعرف تحليل الشدة. يعرف ايه؟ تحليل الشدة. ويعرف برضو الدمج، التحليل والدمج والاستخراج. ولما يقول لي دي شدة بالفتح ولا شدة بالكسر ولا شدة بالضم، شدة مع ايه بالظبط، يعرف الطفل هو اللي يقول. انا عايزاه كل ده هو اللي يكون عارف. سادس نقطة عارف ضمائر المتكلم.
أنا ونحن. امتى بستخدم أنا وامتى بستخدم نحن؟ ضمائر المخاطب، ماشي، أنت وأنتي. ضمائر الغائب، هو وهي. بس ماشي، أنا قلت ضمائر المتكلم ايه، اكتبها لكم، أنا ونحن. ضمائر المخاطب أنت وأنتي. ضمائر الغائب هو وهي. ماشي، انا اهو كاتبه 9 نقطة معاه المذكر والمؤنث. ماشي، عندنا المذكر يعني الولد، والمؤنث اللي هي البنت. بعد كده المفرد والجمع. المفرد يعني واحد، الجمع اكتر من الاتنين، ممكن يبقوا 3، ممكن يبقوا 4، ممكن يبقوا 5. اللام الشمسية واللام القمرية، يعرف يفرق ما بينهم. ايه حروف اللام الشمسية وايه حروف اللام القمرية، عشان لو جاتلي من غير تشكيل بقرأهم ازاي، امتى بنطق اللام وامتى ما بنطقهاش، ايه اللي فوقيه سكون وايه اللي قبليه فوقيه شدة. الحاجات دي كلها لازم الطفل يبقى عارفها خلاص في النقاط دي. ماشي. طب بعد كده عارف التاء المربوطة، وعارف ان دي اسمها ايه، التاء المفتوحة. عارف الفرق ما بينهم، بفرق ما بينهم عن طريق السكون. ماشي، انا عامله لكم برضو فيديو، اي حد عايز شرح معين يكتب لي تحت في التعليقات، او يكتب لي الحاجه اللي عايز شرحها في الكومنتات، وانا ايه هشرحها لكم لو مش موجوده على الجروب. النقطه رقم 14، الفعل الماضي والفعل المضارع. باخد الاول الفعل الماضي، حاجه حصلت وانتهت. الفعل المضارع حاجه لسه بتحصل. نقطه رقم 15، يعرف ازاي اكون سؤال، ازاي اعمل سؤال. تكوين السؤال بيبقى عامل ازاي، لازم يبقى عندي اداة استفهام، بعد كده جملة، عندي علامة استفهام. ماشي، ممكن بديله كمان 4 ادوات استفهام بس مش كله، انا عايزة 4 فقط لا غير. مثلا من، ما، هل، واين. بس انا مش عايزة اكتر من كده. دي قواعد طفل في سنة اولى. لو ابنك في سنة اولى السنة دي باذن الله هيعرفهم على مدار السنه. طب ابنك دلوقتي دخل سنه تانية، المفروض يبقى عارف القواعد دي. طيب يا مس اسماء، انا ابني خلص القراءه، ابتدي معاه الخطوات دي واحده واحده، وبعد كده ندخل على الجزء التاني. انا ابني داخل سنه تانية ابتدائي، هياخد ايه في سنه تانية؟ او انا خلصت القواعد دي كلها مع ابني وعايزه ازود في القواعد، اشتغل ايه تاني معاه؟ ابنك داخل سنه تانية، يلا بينا. هيعرف، اقولك هيعرف ايه في سنه تانية ابتدائي. اول حاجه احنا اخدنا الضمائر، برضو نفس الضمائر معاه في سنه تانية. هو لازم يبقى عارف القواعد دي اساسي، يعني الحاجات دي معانا وهنزود عليها دي. احنا قلنا الضمائر قبل كده، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب، ضمائر المتكلم. ماشي، هيبقى عارف ان ضمائر المتكلم انا ونحن، ضمائر المخاطب انت وانتي، ضمائر الغائب هو وهي. ماشي. الحاجه الجديده اللي هياخدها اسلوب النهي. ياخد ايه؟ اسلوب النهي. بس كده؟ لا، ده هياخد كمان اسلوب الاستفهام. احنا طبعا خلاص احنا مدين له من سنه اولى تكوين السؤال. طيب هياخد اسلوب الاستفهام بقى بادوات الاستفهام كامله. هياخد حروف العطف. رابع نقطه هياخد ايه؟ حروف العطف. خامس نقطه هيعرف يفرق بين الاسم والفعل والحرف. بصي، هو كده بدل ما يعرف يفرق بين الاسم والفعل والحرف، ده هياخده على مدار السنه، خدي بالك. يبقى هو دلوقتي هنعرف ازاي اعرف الاسم. ماشي. الفعل عندي كام فعل؟ هياخد بقى الماضي والمضارع، وكمان هيكون واخد الامر. الحروف هياخد بقى حروف الجر وحروف العطف الاتنين. ماشي. هياخد اسماء الاشاره للقريب، هذا وهذه وهؤلاء، وهيعرف ان هذه بستخدمها مع ايه، مع برضو جمع الغير العاقل. جمع الايه لغير العاقل، انا مش بديها لها دلوقتي لطفل سنه اولى، لا انا هديها لطفل سنه تانية. مس اسماء هو خلص دلوقتي اسماء الاشاره للقريب، اخد هذا وهذه وهؤلاء. هياخد بقى كمان اسماء الاشاره بس للبعيد. ماشي. هياخد اسماء الموصوله، هياخد اسلوب التعجب، ازاي اكون جمله تعجب. انا عندي جمله كده احولها لتعجب، اتعجب منها. هياخد علامات الترقيم، علامه الاستفهام، النقطه، الفاصله المنقوطه. هياخد كمان اداه التعجب. هياخد كلمات على نفس الوزن، هياخد همزه المد، هياخد المثنى اللي هما الاتنين، هياخد اسلوب النفي ولام التعليل، ظرف الزمان والمكان هياخد الاتنين، اسلوب النداء هياخده، الجمله الاسميه والفعليه هياخد عنها نبذه كده بسيطه.
طب ابني داخل سنة تالتة يا مس أسماء، لازم يبقى عارف كل الكلام اللي فات ده، ماشي؟ كل ده لازم يبقى عارفه، وهنزود على الحاجات دي. يعني هيعرف يفرق بين التاء المربوطة والمفتوحة والهاء. هياخد أسلوب الأمر، ماشي؟ أسلوب الأمر سهل جدا. هياخد الألف اللينة، حروف الجر كاملة، أسماء الإشارة بقى كاملة، هياخد الخمسة. هستخدم ايه مع المثنى في أسماء الإشارة؟ هاخد ضمائر المخاطب كاملة، ضمائر الغائب كاملة، كله بقى مع المثنى. هاخد ألف الوصل وهمزة القطع، ماشي؟ هاخد أقسام الكلام من حيث العدد ومن حيث النوع، اسم ولا فعل ولا حرف، أو مفرد أو مثنى أو جمع. هاخد كلمات ذات نهاية متماثلة أو زي بعض بالظبط، آخرها مد بالألف وهمزة، نهاية متماثلة، آخرها تاء مربوطة مماثلة. عندنا بقى هنا الهمزة المتطرفة، هياخدها أنواع الاسم. الاسم بيبدأ بإيه؟ بألف ولام. الاسم ممكن يكون اسم إنسان، اسم نباتات، اسم حيوان، هكذا. لو عايزين شرح أي حاجة من الحاجات اللي أنا لسه قايلها دلوقتي اكتبولي تحت في الكومنتات عشان يوصلك الفيديو، واصور لك الفيديو لو مش موجود. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وشير وكومنت وتشتركوا في القناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.